السلام عليكم. لا شك ان حرب اسرائيل على غزه هي الشغل الشاغل للعالم كله، بس انا لفت نظري حاجه في الايام اللي فاتت، الا وهي بنطلون ترينج. ايه موضوع بنطلون ترينج؟ هقول لك. صاحب بنطلون الترينج الصياد. مين الصياد؟ الصياد ده المقاتل اللي طلع اصطاد الدبابه مركبه 4. تعالوا الاول بس نتعرف على المركبه 4. المركبه 4 دي اسرائيل اشتغلت عليها سنه 1970، فضلوا يشتغلوا عليها لحد سنه 1979 وسموها المركبه 1. فيها مميزات. بعد كده تم تطويرها سنه 1983. الدبابه دي دخلت الخدمه واشتغلت في اسرائيل وتم تطويرها للمره الثالثه سنه 1990 وسموها البر اللامع او مركبه 3. ده المسمى اللي في اسرائيل. وللمره الرابعه اشتغلوا على تطويرها سنه 2004، وكانت بالنسبه لهم دي فتره الصناعه الاسرائيليه. الدبابه دي فيها مميزات كتير جدا، ولما حزب الله ضرب الدبابه دي في 2006 وبداوا هم يدخلوا عليها انظمه جديده، بداوا يطوروا عليها من جديد، دخلوا عليها انظمه كتير جدا، منها مثلا خاصيه الاستشعار عن بعد، وانها عندها الامكانيه لرؤيه المكان اللي هي فيه بزاويه 360 درجه، مزوده بالذكاء الاصطناعي بيساعدها على رؤيه وتحديد الهدف والتعامل معاه دون تدخل قائد الدبابه. الدبابه دي مزوده كمان بخاصيه اختيار تعامل الذخيره، بمعنى ان هي بتتعامل مع ذخيره كتير جدا، خصوصا الذخيره بتاعت حلف النيل. ومزوده كمان باداره المعارك، بمعنى ان هي ممكن تتعامل مع المعارك اللي قدامها عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ان هي ممكن تدير المعركه بنفسها. يعني قائد الدبابه ده ممكن يكون مريح شويه وهي شغاله مع نفسها. ومزوده كمان اتصال مع القوات المدفعيه والقوات الجويه، بمعنى ان هي بتشوف الهدف ممكن تنقله للقوات المدفعيه ويبداوا القوات دي يتعاملوا مع الهدف اللي هي رصدته، بحيث ان هي تساعدها في المعركه. ولذلك هم بيطلقوا عليها ان دي اقوى دبابه في تاريخ اسرائيل، وممكن يكون اقوى دبابه في العالم. الاسرائيليين عندهم فخر كبير جدا بالدبابه دي، وكمان عشان السرعه جابوا لها محرك قوه 1500 حصان علشان الدبابه دي تبقى سريعه جدا. بمعنى ان قائد الدبابه ده بيبقى قاعد جوه محصن، قدامه الشاشات بيشوف فيها كل حاجه، والباشا لو حب يريح شويه عادي مفيش مشكله، الدبابه بتقوم مكانه بكل حاجه هو بيعملها. الدبابه بتتعامل مع الهدف، الدبابه بتستقبل وبترسل لقوات الطيران وقوات المدفعيه، الدبابه بتتعامل مع الاهداف وتدير المعارك، بمعنى ان لو انا قدامي او لو الدبابه شافت هدف، رصدت هدف، الهدف ده وليكن بشري، بتتعامل معاه بنوع السلاح المناسب. هم بالنسبه للدبابه دي من اول ما اشتغلوا عليها سنه 1970 زي ما قلنا، كان كل فتره لما كان بيحصل على الدبابه دي هجوم، سواء من حزب الله سواء من الحروب اللي هم بيخوضوها معاه، فكانوا بيدوروا على عيوب، ايه اللي وصل ده، ايه اللي وصل الدبابه دي انها تتضرب من العدو، فكانوا بيطوروا عليها باستمرار. دخلوا على الدبابه دي تكنولوجيا كبيره جدا. الدبابه دي يعتبر زي ما قلنا اقوى دبابه في العالم. فطبعا بالنسبه لاسرائيل طالعين بالدبابه دي زي ما بنقول احنا كده، طالعين بيها الالعاب. فيقوم يطلع من مكان واحد ببنطلون ترين، انا مش بقلل منه، لا انا بوصف لك، تمام؟ يطلع من نفق يروح ضاربها وراجع تاني من غير ما حد يحس بيه، لا من شاف ولا من جد، وكانه زي ما بيقولوا يعني حصل تعليقات كتير على هذا الوضع معايا. كان راح يجيب ربع رومي وجاي، وبعدين يطلع البطل من النفق يدمرها ويرجع في 10 ثواني. قول الله تعالى
وجعلنا من بالله سدا ومن خلفه سدا فاحشرهم لا يبصرون. ده كل اللي قاله. دمر المركبه، فخر الصناعه الاسرائيليه، بآية في ثواني. فاللي عايز اقوله الموضوع مش موضوع تكنولوجيا واسلحه، الموضوع موضوع قضيه. انت عندك يقين بالله، عندك يقين بالله ان انت الطريق اللي ماشي فيه ده هو الصح، ان انت الصح مش هو. ويمكن اللي بيحصل في المكتبات بتاعتهم دي اللي مخوف امريكا، اللي مخلي امريكا بتقول لا انهي الحرب جوه قطاع غزه، لان اللي جايه اسوأ. وده زي ما قلنا اللي كانت عايزاه حماس كانت عايزاهم يدخلوا قطاع غزه عشان يعرفوا يصطادوهم براحتهم، لان هو بالنسبه له كجندي اسرائيلي هو شايف ان هو ماشي على ارض متساويه، مباني متساويه بالارض. المقاتل بتاع حماس بيطلع من مكان هو الجندي الاسرائيلي مش قادر يحدده. عشان كده قلنا ان الانفاق دي سلاح خطير جدا. هو عايز يقضي على الانفاق، بس عشان يقضي على الانفاق دي عايز له سنين وسنين. ده لو قدر يوصل لاخرها. الانفاق دي وزي ما قلنا الانفاق دي مش طبقه واحده، ده كذا طبقه تحت بعض كلهم متصلين ببعض. يعني في خبر امبارح بيقول اكتشفوا نفق فراحوا يفتحوه، بمجرد كشف النفق حصل انفجار. الخبر ده هم بيتكتموا عليه، الصحف الاسرائيليه ذكر الكلام ده وبرضه مكمل، يعني برضه هو مكمل. وده دليل زي ما قلنا ان الموضوع عنده مش موضوع حماس. انا مش هخرج من غزه الا ما اجيبها على الارض، اصفي كل اللي فيها، اللي مصابين واللي ماتوا والباقي يطلع على الحدود المصريه. فطبعا مصر مش هتشوف مصابين على حدودها وهتسيبهم، مصر مش هتشوف ناس بتموت من الجوع وهتسيبهم، مصر مش هتشوف ناس بتموت من القصف عليهم وهتسيبهم. هيحصل ساعتها ضغط فتفتحوا الحدود للناس اللي جايه من قطاع غزه تدخل. هو زي ما قلنا هو هيموت، يحصل تهجير للمواطنين في قطاع غزه لمصر. هدفه الوحيد في حياته ان يحصل تهجير لقطاع غزه داخل مصر. وبعدين بقى نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده بقى. يمكن يجي لنا صاروخ من عندكم من مصر ولا حاجه، نبدا احنا نتدخل ولينا حق الرد ونخش بقى جوه سينا وهلم جرة، والقصه اللي كلنا عارفينها. اللي عايز اقوله في الاخر ان طول ما انت على حق ربنا سبحانه وتعالى هيبقى واقف معاك. وزي ما شفنا في طلقه RPG طلع مقاتل من تحت النفق قضى عليها ورجع بكل سهوله. وشفنا الجرافه اللي طلع عليها المقاتل وولعها ب5 جنيه. حرب مش متناسبه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب المسلمين. شكرا، السلام عليكم.